ازاي تعمل عضلات بطن بدون جيم في البيت من غير معدات؟ كم مره اتمرنت بطن وحسيت ان رجلك هي اللي بتشد عليك، حسيت ان ظهرك بيوجعك ورقبتك بتوجعك؟ يمكن تمارين البطن كتير قوي من التمارين ما كانتش الافضل، ما كانش لها تاثير كبير، بل كان في وجع اكتر في عضلات تانية عكس عضلات البطن. خلينا الاول نبدا بتشريح عضلات البطن ونعرف عضلات البطن بتشتغل ازاي. اول حاجه عندنا هي البطن الداخليه، TVA Transverse Ab، وديت بتعتبر حماية لأعضائك وحماية للسباينال كورد اللي هو العمود الفقري. أحسن تمرين ليها هو الاب رول اب، وبما إننا بنتكلم عن التمرين في البيت هنختار بديل للتمرين ده. البديل للتمرين ده هو رول اب بس على ايدينا. اول حاجه هتنزل على ايدك ورجلك بالشكل ده، هترفع وسطك لفوق وبعد كده تشفط بطنك تلزقها، تحاول انك تخليك شافط بطنك، وبعدين ترفع صدرك لفوق وكتفك لفوق، وتحاول ان انت ترول اب او تمشي بايديك كده ووك اوت لقدام. بعد كده ممكن تعمل الفاكيوم، ممكن تعمله يوميا او ممكن تعمله يوم يوم لا لمدة 10 دقايق، وصدقني بيفرق معاك جدا في شكل البطن، وبيخلي بطنك دايما مشفوطة لجوه وما بيكونش فيه تريح في عضلات البطن. وفقا للساينس فاللور اب بتشتغل بالبارم اب اكسرسايز، ان يكون جسمك من تحت بيطلع لفوق. هنعمل حاجة اسمها ريفرس كرانش. طبعا التمرين مش جديد. ايه الفايدة في الفيديو ده؟ الفايدة ان بعلمك تتمرن التمرين صح. اهم حاجة وانت بتتمرن التمرين ده هتنام على الارض، وبعد كده هتخلي جسمك كله مريح على الارض بحيث ان اسفل ظهرك يكون لازق في الارض. تاني حاجة هترفع رجليك ومش هتتنيها جامد، يعني هتحاول تخليها متنية زاوية مثلا 70 درجة. وبعدين وانت بتطلع هتطلع بالتيل بون، هتطلع بالجلوديوس اللي هي المؤخرة هي اللي بتطلع، مش رجليك اللي بتطلع. لان وانت بتتمرن التمرين ده ورجلك اللي بتطلع فده بيأثر على رجلك وبيأثر كمان على اسفل ظهرك. وبعدين هتعمل سكويز كده بيها، فبتشغل معايا اللور ابس، وبعدين تنزل هات على قد ما تقدر من العدد. بعد كده نخش على الابر ابس. الابر ابس بتشتغل بالكرانش، وده تمرين مش جديد، بس الكرانش بالطريقه المعتاده اللي انت شايفها في الفيديو دي، ده بتاثر كتير جدا على رجلك، وكمان بتاثر على الرقبه وبتاثر على البطن. كل اللي انا محتاجه منك هتجيب فوطه وهتلفها وتحطها اسفل ظهرك بحيث ان اسفل ظهرك ما يشتغلش ويبقى بمستوى الارض. بعد كده هتحط ايدك على رقبتك ومش هتعمل عصر عليها، يا دوب بس انت ساند على رقبتك كده. بعدين هتطلع بصدرك بس لقدام وتعمل كرانش، او ان انت تعمل عصر بس كده لبطنك وتطلع الهواء للاخر، طلع النفس بتاعك كله للاخر، وبعدين ترجع تاني. الاوبليكس بيشتغل على الراشن تويست. الراشن تويست ده تمرين مهم جدا بس كلنا بنتمرنه غلط. التويست كل اللي انا محتاجه منك انك هتعمل الشولدر بتاعك روتيشن، يعني هتخلي الشولدر بتاعك يدور وانت بتعمل الروشن تويست. بشوف ناس بتشغل دراعاتها بس، هو بيلف بدراعاته لكن جسمه نفسه ثابت. لا، انا عايزك تشغل الكتف بتاعك يلف معاك ويعمل سكويز وتلمس الارض بايدك. لو عايز تصعبه اكتر ممكن ترفع رجليك بس لفوق كده حوالي مثلا 5 سنتي او شبر، وبعدين تتمرن بالطريقه اللي قدامك في الفيديو ده، ليفل عالي شويه. طيب ازاي يا كوتش اتمرن التمارين ديت، او هي التمارين دي كافيه؟ ايوه كافيه. كل اللي انت هتعمله هتعمل بروجريسيف اوفرلود، ان انت مثلا كل تمرين كنت بتجيب فيه 10 عدات خليهم 15 لحد ما توصل 20، وبعد كده هقول لك تتمرن ازاي او تخلي الحمل بتاعك اكبر ازاي. طيب ممكن تخلي الموضوع سيركت، يعني تحاول تخلي ان التمارين كلها ورا بعض وتاخد راحه مثلا 15 ل 30 ثانيه، وبعدين ترجع تاني بعد الراحه تعمل كمان مجموعه، وهكذا لمده 3 وفي نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتشترك معايا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو. حاول تدعمني لان ده يعتبر اول فيديو طويل ليا، مفيده جدا وفي وقت قصير عشان ما اضيعش وقتك.